بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي أحبائي، نلتقي اليوم في إضاءة من إضاءات الذكر الحكيم. هنلقي الضوء على آية من آيات الله، هي من الأهم، وهي من الآيات الصغيرة ولكنها كبيرة المعنى وكبيرة القيمة والقوة، حيث يقول رب العزة في كتابه العزيز: وما كان ربك نسيا. آية تحمل معاني كبيرة جدا. في ناس كتير جدا الفترة اللي احنا فيها دي دايما يقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى سايب البلطجي ليه؟ سايب الحرامي ليه؟ سايب المرتشي ليه؟ سايب كذا ليه؟ يعني دوما الناس وصلت لدرجة انه يقول لك طب ليه؟ طب كذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وفي هذه الآية بيؤكد علينا انه ما بنساش وما كان ربك نسيا. كتير جدا من البلطجية أو من المرتشين أو من كذا تلاقيه بيعاني من مصايب لا حصر لها. لو إنه فضل بلطجي لحد ما يكبر في السن بيصعب عليك لما يجي ماشي في الشارع وتشوف منظره، تشوف شكله، تلاقي لا معاه فلوس ياكل، ولا إنه قادر يشتغل، ولا إنه قادر يبلطج، ولا إنه قادر يتكلم، وتلاقيه أصبح عالة، وأصبح يعني مهان، وأصبح في حالة يرثى لها. يعني إما يجي له مرض، المرض ده يتسبب في إنه لا عاد نافع يتعالج، وحتى لو بيتعالج بصعوبة، مثلا زي الكانسر أو السرطان عامة، أو إنه يطلع له عيل فاسد فتلاقيه مبهدله آخر بهدلة، أو يطلع له عيل مريض فتلاقيه مبهدله آخر بهدلة. وبعدين في نقطة مهمة جدا أنا عايز الناس تنظر لها، اللي هي كتير من الناس اللي هي بلطجي أو إنه مرتشي أو إنه حرامي، تلاقي لا ما فيش حيلته حاجة، ما عندوش مثلا 10 20 مليون 30 مليون، إلا الناس اللي ربنا غضب عليها وأنهى قصتها في الدنيا. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام، وإذا اشتد غضب بهم بارك لهم في هذا الحرام. المهم البلطجي في نهاية عمره تتفاجئ تلاقيه تعب، جاله مرض، نسى نفسه، ما كانش عنده أي وعي صحي، ما كانش عنده أي وعي للتعليم، ما كانش عنده أي وعي كذا، وبالتالي يقع في مشكلة إنه وصل لسن لا عاد قادر يبلطج، ولا عاد قادر يشتغل، ولا عاد قادر يصرف على نفسه، ولا لديه أي شيء. بعض من البسيط. والنقطة الثانية، شوف بعض الناس اللي إذا ناس تتفاجئ ربنا سبحانه وتعالى بيجي وقت من الأوقات ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، تلاقيه وقع في حادث، أصيب، عياله توفت، عنده بلاوي معينة في وقت معين. ده لو ربنا سبحانه وتعالى عايز يكون له رادع في هذه الدنيا، وبالتالي يقبله في رحمته. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.